شعاع الأمل في نفوس كل النساء. وبهذا اليوم كسرت كافة قيود العبودية، وما زالت كل يوم هناك ثورة للنساء لرفع الظلم والاستبداد والطغيان الممارس بحقهن، لترسم ثورة المرأة في إيران وتضامن كافة النساء العالم لهذه الثورة، انطلاقا من هذا الشعار الذي وضعه القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان، الذي كان يؤمن بأن المرأة هي الحياة، هي الحرية، وهي الأمل لخلاص الشعوب المضطهدة. فهدية القائد ثمينة على قلوبنا، فعلينا أن نكون جديرين بهذا الشعار لنحقق ثورة نسائية حقيقية تقود دفة الحل الديمقراطي والعدالة والمساواة بين الجنسين والمكونات والأديان والأطياف. يوم مجابهة الظلم ومقاومة الظلم، يوم النضال والمقاومة، يوم 8 آذار لنساء منذ جلابية، لكل نساء العالم ولكل من تاق للحرية ويريد أن يعيش بحرية وكرامة. تحية لكل من يقوم وكل من يناضل ضد كل أنواع الظلم والعبودية، لأن الإنسان دائما يليق بأن يعيش بكرامة. لذلك إننا نرى بأن يوم 8 آذار هو ليس للنساء فقط، وإنما هو ملك لكل من يتوق للحرية والديمقراطية. أنا أسعدي